يا صباح الفل، عاملين ايه؟ النهارده بقى يا جماعه الجمعه، يوم كده عظيم جدا. انا حبيت ان انا ابدا لكم اليوم كده ونشوف طقوسي يوم الجمعه. انا بصراحه بحب كده اول ما اصحى اروح جايه مشغله سوره الكهف، فاتحه الشاشه، فاتحه اي حاجه، بس المهم ان انا اشغل كده سوره الكهف واولع البخور. بعدين بقى لقيت الجو النهارده حلو جدا مشمس كده، وما كانش فيه شتا، كان عندنا شتا امبارح. فقلت افتح الشقه بقى. انا كمان كل يوم بصراحه بحب افتح الشقه، بس يوم الجمعه اول كده ما اصحى لازم افتح الشقه كلها والبلكونات، بحيث ان انا يدخل لي كده هوا جديد وهوا نضيف، ويخرج كده مع البخور. الله اكبر، الله اعظم. وتخرج كده معانا اي طاقه سلبيه، وندخل الشمس الجميله لو في شويه شمس كده يدخلوا، بحيث ان البيوت بتاعتنا تبقى فيها شمس وهواء. ربنا يجعلها جمعه مباركه علينا كده وعليكم يا رب. كمان بقى بحب افطر اي حاجه خفيفه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الصحيان البدري حلو جدا، خاصه اليوم ده بيفرق كتير جدا في نفسيتك، وبتحسي كده ان انت عندك باور وعندك كذا حاجه حابه ان انت تعمليهم اليوم ده. انا بصراحه عشان انا وجوزي بس مش دايما كده بنفطر فطار قوي يعني. بحب كده ناخده اي حاجه خفيفه كده لما نصحى من النوم، سواء بقى بتكون جاهزه، سواء انا يوم الخميس بحب اعمل اي حاجه حلوه كده واخليها مع كوبايه الشاي بلبن بتاعتنا، دي اساسي اصلا كل يوم. وهو بقى بينزل يصلي، وممكن بعد الصلاه بنروح جايين مثلا عاملين فطار، او ممكن مثلا اكون مجهزه الغدا. انا ممكن اليوم ده كمان ما بحبش ان انا اقف كتير في المطبخ، ممكن نجيب اي حاجه جاهزه، بس بصراحه اليوم ده بيبقى معتمد عندنا اكتر سمك. وبروح بقى جايه خاطفه كده مع نفسي حوالي 10 دقايق او ربع ساعه من الوقت وهو تحت كده. احاول اخد كده كل جمعه شويه من الاسئله. ده كده جايبه لكم كتاب حلو جدا للاسره المصريه، حول اسئله واجوبه لامام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي. ده كده بيبقى الاسلوب بتاعه بصراحه مبسط جدا وشيق جدا. هو اسئله واجوبه، يعني بتشوفي زي ما انت شايفه معايا كل سؤال بيبقى عليه جواب، مش دش دش ومش هتفهمي اي حاجه. بحاول كده اخد منه كل جمعه كام سؤال كده اراهم وعشان خاطر افهمهم، يعني 10 دقايق او ربع ساعه بس كده في اليوم كل اسبوع، بس بحيث ان الواحد برضو ينمي عنده الافكار الدينيه شويه. بصراحه كل الاسئله اللي على بالنا او اللي ممكن تخطر على بالنا موجوده كده وليها كل الاجابات، واسلوب مبسط جدا. اهم شيء ان هو مش هيحسسك باي ملل خالص. انا بجد انصح اي واحده نفسها كده تتطرق لامور دينها ومش عارفه تبدا ازاي، تجيب الكتاب ده. حلو جدا جدا وهيفهمك حاجات كتير. وعايزه اقول لك ان هو كل الحاجات الخاصه، كل الحاجات بتاعه الستات بصوا يعني الزينه، الاجهاض، تحديد النسل، الميراث، بصوا حاجات كتيره جدا، الطهاره والصلاه، الصيام، الصدقات، الحج. بجد يا جماعه هو حلو قوي قوي. بصوا يا جماعه، بصوا انا جايبه لكم برده الفهرس كله كده عشان خاطر تكونوا معايا برده في الصوره وتشوفوا الاسئله بتاعتنا. اي سؤال هيخطر على بالك هتلاقي الاجابه دي كده موجوده. فبصراحه بروح جايه قاريه كده شويه يوم الجمعه، وممكن برضو تقروا فيه في الايام العاديه، مش شرط يوم الجمعه بس. يعني لو حابه تفهمي اي شيء، لو قاعده زهقانه شويه بالليل وفاضيه، لو عندي النت قاطع اوقات، عايزه اقول لكم النت لما بيقطع برضو مش بلاقي حاجه اعملها كده، بروح جايه جايباه وقاريه فيه برضو شويه. زي ما انتم شايفين كده هو بيبقى كل باب كده بيتكلم عن حاجه معينه. حبيت برضو اوري لكم الطريقه زي ما انتم شايفين كده، هي اسئله اهي، بجد اسلوب شيق جدا جدا يا جماعه ومبسط. جايبه لكم بقى كمان النهارده طريقه حلوه جدا لشوي السمك في البيت بطريقتين اتنين، هتجربيها هتعجبك جدا. هنعمل كده حشو السمك، بصله وجزره وفلفلتين وملح وكمون وكزبره، ونضربهم كويس جدا في الكبه، وبعدين نحط عليهم كمان شويه كده من البقدونس ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وكان في سمك برده متبل بالثوم والفلفل الحامي والملح والكمون والكزبره والليمون، وكمان رحنا جايين حاشين بقى السمك كده بالخلطه اللي احنا عملناها دي. وخدت معلقه كبيره كده من دقه السمك وقطعت عليها طماطمايه وحطيت ملح وكمون وكزبره وليمون وخل، وهناخد كمان كوبايه ميه، وبعدين نروح جايين ضربينهم كويس جدا بقى في الخلاط. دي الدقه اللي احنا هنحط فيها السمك بعد ما يخرج من الفرن او بعد ما يتشوي يعني. هننزل بقى السمك بتاعنا في الرده كده، وبعدين نروح جايين مبططين عليه كده عشان الرده تمسك فيه، ونروح جايين جايبين جريل. دي يا جماعه اول طريقه هنشويها على النار. النار بتاعتنا تكون عاليه جدا، ونروح جايين مسخنين الجريل وننزل بالسمك،
ونقلب بقى بعد 10 دقايق كده لحد السمك بتاعنا ما يستوي. ودي الطريقه التانية بتاعتنا للشوي، ان انت ممكن تشويه كده تحت الشوايه، تشغلي الفرن لحد ما يسخن كويس جدا وبعدين تطفي الفرن وتشغلي الشوايه وتحطي السمك كده وتقلبيه كل 10 دقايق من كل جهه لحد ما يستوي، ولما يطلع نحطه في الدقه زي ما انتم شايفين كده. وبس هي دي كانت غدانا النهارده. ما كناش طبعا واكلين لوحدنا، كنا عازمين كده كذا حد معانا. حبيت اوريكم بقى شويه الجرجير والسلطه والعيش، وكنت عامله رز بس كان على النار. وخلاص كده كانت الروتين بتاع يوم الجمعه. وبصراحه بنحب كده يوم الجمعه نخرج برضو كده اخر النهار شويه، يعني بنروح في اي مكان. بس اليوم ده خدنا كده الباص اللي هو بدورين ورحنا بحري. وكمان رحت محطة الرمل، اتمشينا شوية كده في بحري. اسكندرية الفترة دي بقى يا جماعة كده زي ما انتم شايفين كانت رايقة وما كانتش زحمة قوي. احنا عارفين ان خلاص الصيف خلص وجو الشتوي بتاعها بيبقى تحفة، وجو المدارس فكانت هادية كده ما كانتش زحمة بالطريقة اللي انتوا تتوقعوها. وكمان رحنا محطة الرمل كده اتمشينا شوية في سعد زغلول. اتفرجت كده شوية على الشنط وعلى اللبس والعبايات بقى، واخدالكم كده كذا مقطع. مش عارفه بقى صوتي راح فين، انا شكلي كده داخل عليا برد. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان الفيديو ده او الفلوج ده ما كانش الجمعه دي، انا هنزله لكم وان شاء الله يوم الجمعه. هو كان يوم الجمعه اللي فاتت، بس انا بحب كده ادي لنفسي فرصه ان انا على ما منتج الفيديوهات وكده تنزل بعدها، يعني بيوم بعدها باسبوع على حسب. فده كان يوم الجمعه اللي فاتت كده، وهنزله لكم ان شاء الله الجمعه دي. بصوا بقى ده برديس كده محطة الرمل يا جماعة برضو، والمغرب كده بتبقى حلوة قوي قوي. انا بحاول اسرع لكم الفيديو زي ما انتم شايفين كده بيجري علشان ما اطولش عليكم والفيديو يبقى طويل وتملوا مني. وكمان رحنا كوبري استانلي اتمشينا شوية. كنت حابة ان انا اقعد في كافيه مورانو بس كان لسه بدري، فجوزي كده قال لي تعالي نروح نتمشى شوية في جليم باي ونشوف الدنيا هناك، وبعد كده نرجع تاني استانلي بس تكون الدنيا ضلمت شوية ونسهر شوية في مورانو. زي ما انتم شايفين بقى كده انا رحت جليم باي. بس طبعا نسيت اصور لكم جليم باي، خدت كده مقطع او صورة ليا هناك وخلاص. وبعدين رحنا بقى كافيه مورانو، قعدنا شوية وجبت سحلب زي ما انتم شايفين بقى كده. بصوا يا جماعة سحلب الكافيه عامل ازاي، مهلبية مش سحلب. انا طبعا بحب الجو ده جدا. طبعا بقى كنا بالليل وقعدنا شوية خدنا قعدتنا كده وبعدين روحنا. هو ده كان فلوج النهاردة او روتيني يوم الجمعة. اتفضلوا معايا بقى. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كنش يعني طولت عليكم. ولو وصلتي معايا بقى هنا يا ريت تنزلي وتحطي لايك للفيديو وتعملي سبسكرايب للقناة وشير كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. واستنوني في فيديو جديد، ويلا إلى اللقاء. أتمنى لكم مشاهدة سعيدة. إلى اللقاء في فيديوهات جديدة كتير جاية يا جماعة. إن شاء الله هنعمل فيديوهات كتير الفترة الجاية دي مع بعض.